السلام عليكم الدراري، عندنا اخبار عاجله جدا على حكيم زياش وشنو كانت باغا دير تشيلسي ليه، لكن الامور ما كملاتش. واحد مفاجاه اللي خطيره، وايضا اللاعب ديال برشلونه الياس اخوماش يقدر يلعب مع جوج مغاربه كتعرفوهم مزيان في فريق واحد حسب اخر الاخبار. وايضا الصابري مطلوب في هذا النادي الانجليزي. نبداو بالتفاصيل وهذا العرض يتقدم ليه. اول حاجه نبداو مع اشبيليا، بحيث ان الفريق الاندلسي كيسعى لتعزيز الصوف ديالو باللاعب الاسباني ذو الاصول المغربيه اللي باقي ما حسمش الامر بشكل رسمي، الياس اخوماش لاعب البارسا. وحسب صحيفه ال ناسيونال الاسبانيه، فان المدير التقني لاشبيليا مونشي بدا يتحرك من اجل اقناع اللاعب بالانتقال الى الفريق خلال فتره الانتقال الشتويه المقبله. وبخصوص صابر اللي كيلعب مع سامبدوريا، أبدت أندية إيطالية أخرى رغبتها في التعاقد معه، وعلى رأسها لاتزيو وتورينو. والأكثر من هذا أن هنالك فريق إنجليزي أيضا مهتم بالصابيري، ويتعلق الأمر بليدز يونايتد الذي يرغب في أن يجعله بديلا للاعبه البولوني ماتيوس كيليتش الذي يسعى للانتقال للفريق الأمريكي دي سي يونايتد. والتقارير المتطابقة بريطانيا إيطاليا أكدت أن ليدز يونايتد مستعد لدفع مبلغ 6.2 مليون جنيه استرليني من أجل إنجاز هذه الصفقة. لكن المفاجأة اللي صدمتني بزاف هو فريق تشيلسي، بحيث حسب صحيفة ريكورد البرتغالية قالت بلي تفاصيل عرض نادي تشيلسي للتعاقد مع نجم بنفيكا إنزو فرنانديز في الشتاء. قدم البلوز عرض مالي بالإضافة إلى الدولي المغربي حكيم زياش، بجانب إعارة كل من ديفيد فوفانا وأندري سانتوس. وقالت الصحيفة أن الفريق البرتغالي متشبث بمبلغ 120 مليون، ولن يقبل بأقل من هذا المبلغ. يعني شنو كتبغى دير تشيلسي؟ هو أنا تعطي مبلغ مالي كبير زائد حكيم زياش الفريق بنفيكا باش ينتدبوا اللاعب فرنانديز، لكن بنفيكا رفض العرض. تخيلوا معايا الخوت، انا لاعب بحال حكيم زياش اللي كان باغي العالم كامل في 2019 وقدم موديل عالمي وباغي نديروا ليه هذا القالب هذا، لكن الحمد لله ما صدقش. وايضا زيش ما غاديش يقبل به، بحيث بنفيكا ما يقدرش يعطيه واحد 100 الف جنيه استرليني اسبوعيا، وهذا هو مطلب والشرط ديال زياش باش يخرج من تشيلسي. اش بالكم في هذه الاخبار؟ تهلاو لي في راسكم.